نريد نعرف من هو المتسبب بإهدار الوقود بهذا الشكل. أين السيد وزير الكهرباء عن ما يجري في هذه المحطة؟ أهلا وسهلا بكم. نلتقيكم ملفات جديدة من ملفات من كربلاء. أكيد تشاهدون خلفي محطة الخيرات الموجودة. راح تشوفون صور لسوء إدارة وصور لملفات فساد راح تشاهدوها أمامكم بالشاشة. نريد نعرف من هو المتسبب بإهدار الوقود بهذا الشكل. أين السيد وزير الكهرباء عن ما يجري في هذه المحطة؟ من قام بالإيعاز ومحاولة العبث أو العمل بالشكل الخاطئ بالخزانات؟ هنالك بحسب المصادر أنه أحد الخزانات تم كسره، وهنالك ما يسمى بالمصطلح العامي الطوافة التي تقوم بأخذ المستوى الحقيقي للوقود. عندما يذهب للامتلاء فهذه الطوافة تمنع أنه تكون الزيادة، وبالتالي يمتلئ ويفيض. هذه النقطة هنالك من قام بإدخال شركة أو مقاول، وبالتالي تسبب بضرر بالمال العام. هذه الصور تحتاج تساؤلات وتحتاج إلى إجابات من قبل السادة المسؤولين. هنالك رسالة للسيد محافظ كربلاء ووزير الكهرباء والعاملين وكل المسؤولين، وأيضا هيئة النزاهة البرلمانية. ولدينا في مدينة كربلاء أكثر من 11 نائب في المحافظة. هل زرتم هذه المحطة؟ هل اطلعتم على ما يجري داخل المحطة؟ هذه الصور هي موجودة وداخل هذه المحطة، وهنالك هدر للمال العام، وهنالك سوء إدارة. من يتحمل هذا الهدر؟ أيضا هنالك نقطة جدا مهمة: الوقود الموجود الذي ستشاهدونه في هذه الصور قد لا سامح الله قد تحدث شرارة. والآن هذا هنا يعني أنا أصور في هذا المكان، وهنالك صوت لنقل الطاقة في هذه الأسلاك. قد لا سامح الله هنالك حادث قد يجري بصورة غير مقصودة، وبالتالي قد يتولد في هذا المكان حريق هائل. حجم الوقود الملقى في الأرض بشكل جدا كبير، وهنالك تخفي على هذا الهدر. هنالك عجلات تقوم بنقله وإخراجه خارج المحطة، وأيضا قد يكون هنالك شخص عابث يحاول العبث بهذه الثروة الوطنية أو الثروة القومية عفوا، وبالتالي قد يحدث ما لا يحمد عقباه. قد يكون هنالك حريق، وهذا الحريق لا يستطيع أحد السيطرة عليه. هنالك ناس متربصين، هنالك أناس قد يسيئون أو يعبثون بهذا المال العام. لذا نرجو من الجهات المعنية الاطلاع على هذه الصور فورا، وتشكيل لجان تحقيقية وزيارة المحطة بأسرع وقت ممكن. هذه الصور للقضاء العراقي العادل وللادعاء العام وللنزاهة وهيئة النزاهة في مدينة كربلاء، وكل من يسمع ويشاهد هذا الفيديو وهذه الكارثة التي قد تحدث في محافظة كربلاء. أعتذر عن هذه الإطالة وهذا الحديث، وقد تلكأت في مكان أو في مكان آخر بسبب ما شاهدته من هذه الصور. لذا القضية أمامكم معروضة، وإن شاء الله نشوف تدخل مسؤولين للقضاء على من يحاول هدر المال العام.